انا النهارده جهزتك من ضمن الاهداف ان انا جهزتك ازاي تتعلم تطور نفسك طول الوقت بلا نهايه. ده حاجه خطيره. لو جبنا مدرب بتاع عقارات شاطر مش هيقول دي. فاحنا النهارده ايه الفرق بقى بيننا وبين الناس اللي ورا؟ الفرق ان الناس النهارده لما بتيجي تدخل يقول لك اشتغلت في عقارات، تعالى خد تليفون، خد ليد، خد داتا، خد مش عارف ايه، واعمل مكالمات، وريني مكالمات. لا 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 لا، انا هكلمك عن احسن حد في السوق، احسن حد متعاون وعنده صبر وبيعلم الناس. لا 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 كريم، ما تتقالش كده. بص العميل، بص الله اعلم، نسبه كبيره جدا يقول لك قول له التسليم السنه الجايه. فهتبص تلاقي اللي اتاسسوا يعني اللي اتدربوا، اللي اتعامل معاهم فيهم خير، طالعين بالشكل ده، بيهبدوا مع العملاء. واصل النهارده كل يوم مشروع بيتغير، فاقول له احفظ الكلمتين دول، حط معاهم كلمتين بقول لك احنا هنبيع المشروع ده بالشكل الفلاني. اما لو انت بقى متاسس، انا النهارده ايه، مشيت بطيء شويه، اتعلمت بالراحه، خدت وقتي شويه صغيرين في الاول، بس ايه، عمال طخ انا باسس عملت قاعده حراره، فقادر ابني بنى كبير جدا